إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. هذه الحلقة هي امتداد للحلقة السابقة التي تحدثنا فيها مع الحقوقي والمحامي الدولي الدكتور عمر محمود فيما يتعلق بتاريخ إريتريا، ومررنا على ابتداء متى ولدت إريتريا، ومتى كان يوجد الشعب الإريتري في إريتريا، وكيف حصل، ثم قفزنا كيف حصل الاستعمار الإيطالي، وكيف خرجت إيطاليا من إريتريا، ثم كيف حصل أيضا الاستعمار البريطاني، وكذلك كيف كانت ابتداءات تحقيق المصير في إريتريا، وكيف تأسست الرابطة الإسلامية. ثم اختتمنا الحلقة بابتدائنا للاستعمار الإثيوبي كيف كان، وأجلناه إلى هذه الحلقة. أرجو من الله عز وجل أن تستمتعوا أيضا بهذه الحلقة كما استمتعتم بالحلقة السابقة. وباسمكم جميعا أرحب بضيفي الدكتور عمر محمود الحقوقي الإريتري الدولي، فأهلا وسهلا به. مرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا شيخ برهان. أحييكم شيخ برهان شخصيا والفريق الإعداد، كما أحيي السادة المتابعين والمتابعات. طيب، معنا ساعة واحدة فقط، لذلك والأسئلة كثيرة. نتحدث عن الاستعمار الإثيوبي كيف بدأ، ثم سنتحدث الجرائم التي ارتكبها، وسنتحدث كيف كانت شرارة الثورة الإريترية، ثم كيف وصل إيساياس لسدة الحكم. كل ذلك في هذه الحلقة، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد. في فاتحة الأمر، كيف حصل الاستعمار الأثيوبي بقيادة الهالك الإمبراطور هيلة سلاسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وآل بيته وأصحابه الطاهرين المكرمين. وبعد، نواصل إن شاء الله ما انقطع من كلامنا في الحلقة الثانية حتى لا ننسى. لو سمحت لي شيخ برهان، في الحلقة اللي فاتت طبعا انقطع اللي هو هذا الحزب، حزب الأندنت، ارتكب جرائم عديدة، ومنها العديد من القيادات. الحزب الوطني. ومتى تأسس؟ هو طبعا ذكرنا أنه الحزب تأسس سنة 1946، وهو كان يدعو للوحدة بين إريتريا وإثيوبيا، الوحدة غير المشروطة، الانضمام غير المشروط. جميل. كان يدعو لذلك، وفي سبيل دعوة هذا الحزب المجرم ارتكب مجازر كبيرة، ومنها بحق القيادات في حزب الرابطة الإسلامية. وهنا يحضرنا من أعمال هذا الحزب. طبعا هذا حزب إريتري. طبعا هو هذا الحزب ينتمي، أغلبيته يتكون من نصارى المرتفعات الإريترية. ارتكب هذا الحزب جرائم عديدة، أي على عشرات من أعضاء الرابطة ومن قياداتها، وعلى رأسهم اغتال الشيخ المجاهد القائد الشيخ عبد القادر محمد صالح كبيري، وهو كان يتأهب للسفر إلى نيويورك لتقديم شكوى للأمم المتحدة، فاغتالته هذه الأيادي الآثمة، وهو وغيره من القيادات، قيادات حزب الرابطة الإسلامية. طبعا الحزب واصل إجرامه في حق الشعب الإريتري، وفي منتصف الخمسينيات طبعا ذكرنا في الحلقة السابقة أنه اعترض على من هذا تلبايرو رئيس الوزراء على ممارسات هيلة سلاسي واعتداؤه على القانون والدستور الإريتري.
فقام أن عزله وعين رئيس وزراء آخر هو أسفها ولد ميكائيل، وهو كان عميل آخر كبير بدرجة أكبر من سابقه. في تلك الفترة هذا العميل احتج أعضاء البرلمان الإريتري وقدموا استقالاتهم، ومنهم الشيخ المجاهد الشيخ إدريس محمد آدم رحمه الله. طيب لحظة دكتور، قبل أن ندخل في الاغتيالات وكذا، نعم. نحن كنا ذكرنا في الحلقة الماضية نعم. لما صدر قرار الأمم المتحدة نعم. بقرار ضم إريتريا. نعم، بقرار الولايات الأمريكية المتحدة نعم. بضم إريتريا إلى إثيوبيا فيدراليا. نعم. فيدراليا. نعم. بعدها رفض هذا هيلا سلاسة وأراد أن يضم إريتريا كاملة إليه. نعم. نعم. ثم استخدم في ذلك في هذا الضغط حزب الأندنت. هل فهمي صحيح؟ نعم فعلا، بس قبل أن يضمها في العام 1962 هيلا سلاسة رسميا إريتريا اتخذ خطوات سابقة لهذا الانضمام أو لهذا الضم، ومنها ألقى العلم الإريتري وألقى اللغتين الرسميتين العربية والتجرينية في البرلمان الإريتري. ألغاهما تمام مباشرة، ألغاهما. وللعلم هنا يجب علينا أن نذكر أنه الأخوة شركاء الوطن النصارى لولا دفاع المسلمين عن لغة التجرينية لما كانت موجودة اليوم. لو وجدناهم اليوم يتحدثون اللغة الأمحرية وكانوا سوف يقولون أندنش ودهنانش وأشياء ذي هذه. لم توجد اللغة التجرينية لولا دفاع المسلمين، سواء كان في البرلمان الإريتري بقيادة الشيخ المجاهد إدريس محمد آدم، أو حتى قيام الثورة الإريترية والتي انطلقت من أجل رد الظلم للشعب الإريتري الذي تعرض له الشعب الإريتري، سواء كان في عهد هيلا سلاسة أو غيره. هذه فقط تذكرة للشركاء الوطن النصارى، نصارى إريتريا، بأن المسلمين دافعوا عنهم في البرلمان ودافعوا عنهم بعد قيام الثورة باعتبارهم شركاء للوطن. طيب خلينا نخرج قليلا. نعم. طيب لماذا بعض القبائل لا تحب اللغة التجرينية؟ لماذا بعض القبائل عندهم حساسية من اللغة التجرينية، علما أن اللغة التجرينية أساسها اللغة العربية، وقد فصل في ذلك البروف جلال؟ ما الحساسية؟ أنت الآن تقول المسلمون هم الذين قاموا بالمحافظة على هذه اللغة إضافة إلى اللغة العربية، وكان هذا فيه يد طولة لنصارى إريتريا، ولولا ذلك لذهبت هذه اللغة أو لماتت أو لو ضعفت، أليس كذلك؟ نعم. اليوم نجد نحن بعض المسلمين عندهم حساسية من اللغة التجرينية، برغم أنها اللغة إما أن تأتي بعد التجرايت أو أنها فوق التجرايت، لكنها كلا اللغتين من اللغة العربية. نعم، يا جزاك الله خير. الشيخ بروفيسور جلال الدين محمد صالح طبعا له بحوث وله كتب في هذا المجال، أنه اللغة التجرايت هي كانت المنشأ وهي لغة الجئس، ثم خرجت منها لغة التجرينية وبعد ذلك الأمحرينية. أما الحساسية لبعض الناس فهذه طبعا يمكن لها موروثات ثقافية لأنه إريتريا دولة كبيرة، يعني نوعا ما كبيرة، فاللغة الرسمية لمناطق المنخفضات في البداية في الأول هي لغة التجرايت. فأما كرههم ربما يمكن من الممارسات التي كان يمارسها حزب الأندنت، ربما هذا كان له أثر كبير في عدم تعلم لغة التجرينية، وباعتبارها فكثير من الناس مع أن لغة التجرينية لها من المسلمين ما تعتبر لغتهم الأولى، لكن الممارسات الفاشية والممارسات الإجرامية التي كان يمارسها حزب الأندنت ربما تركت بعض الآثار السالبة تجاه. طيب من هنا يا ريتك توجه المسلمين إلى عدم الحساسية من اللغات، يا ريت يعني تكون هناك يعني انفتاح للجميع وقبول الآخر. نعم، يعني بلغته، يعني نعم. يا ريت يكون هذا موجود. نعم طبعا. انت يعني هذا مكسب كبير، يعني واحد لما يتعلم لغة لغتين أكثر ما يتعلم أي لغة، هذا مكسب كبير طبعا. وهنا يعني طبعا إذا كان واحد يجيد أي لغة مهما كانت هذه اللغة، سواء كان تجرينية أو أمحرينية أو غيرها، هي مكسب كبير وكمان يمكن عامل كبير لانتشار الدعوة. جميل. طيب إذا نعود إلى تاريخنا. نعم. بعد أن
يعني اجتاح هيلا سلاسة بجيشه وبحزب الأندلنت إلى إريتريا. ما الذي حدث؟ نعم، نريد تفصيل الآن فيما يتعلق بالانتهاكات بما نسمع جانوهي متسو بسماي ويل خسلاماي، هذا كلام كان موجود من النصارى. نعم. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ طبعا هيلا سلاسي بعد تمكنه من ضم إريتريا في العام 1962 وبعد قيام ثورة الكفاح المسلح بقيادة جبهة التحرير الإريترية وبقيادة الزعيم الخالد القائد الشهيد حامد إدريس عواتي في الأول من سبتمبر عام 1961، وذلك لإيمانهم بأن تحرير إريتريا سوف لن يتم بالسلام والطرق الودية وغيرها إلا بالكفاح المسلح. آمنوا بأن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لاسترداد الحقوق من البداية حتى النهاية. وهيلا سلاسي طبعا بعد ما كان يظن أنه ضم إريتريا وأن المسلمين سوف يسكتون، تفاجأ بقيام الثورة. وبعد قيام الثورة طبعا كل شيء في البداية القائد قام ومعه نفر قليلون جدا ومعهم أسلحة بسيطة وعتيقة جدا من البنادق الآلية الإيطالية القديمة، وكان معه تقريبا القائد في تلك الفترة يمكن حوالي 11. إنما يعني توالى الشعب الإريتري وتوالى المناضلون للالتحاق به وبدأت الثورة، وحتى احتلت معظم الريف في المناطق الغربية ثم انتشرت إلى المناطق الأخرى من مناطق سمهر والساحل وحتى إلى دنكاليا. يعني في الفترة من عام 1900 هل كان هذا بدعم من الرابطة الإسلامية؟ طبعا هم استلهموا تاريخ وبطولات الرابطة الإسلامية وبطولات الأجداد اللي كانوا واقفين في يدعون لاستقلال إريتريا غير المشروط والاستقلال الفوري. وأحس المسلمون في إريتريا في ذلك الوقت بالظلم الذي وقع عليهم والتآمر الذي قادته الدول الكبرى ومنها بريطانيا، والتي ما فتئت تفرق المسلمين. وحتى الانشقاقات التي حصلت وسط الرابطة ووسط المسلمين كان لبريطانيا اليد الطولى في ذلك. ومن سنأتي على الانشقاقات. نعم. لكن أنا الآن أريد، أنت ذكرت عن عام 1961 اندلعت الثورة نعم. الإريترية نعم. بقيادة حامد إدريس عواتي نعم. رحمة الله عليه. نعم. طيب، وأيضا قلت أن في سنة 1962 اجتاح هيلا سلاسي بجيشه إريتريا. طيب، سؤالي الآن، حزب الأندلنت متى تأسس ومتى يعني دعم، متى بدأ الدعم له من أثيوبيا؟ حزب الأندلنت كما ذكرنا تأسس سنة 1900 خلال الوصاية البريطانية لإريتريا. 1946 كانت البداية، وكان الداعم الرئيسي لهذا الحزب هي أثيوبيا أو هيلا سلاسي بالتحديد. هيلا سلاسي لم يعلن انضمام أو ضم إريتريا في عام 1962، فقد مهد لذلك في البداية، اللي هو احتل أماكن ومخيمات ومعسكرات الجيش الإيطالي، واستولى على الجمارك واستولى على البريد والبرق واستولى على كل مقدرات الدولة هيلا سلاسي في البداية. قبل يعني إقدامه على هذا العمل اللي هو ضم إريتريا وجعلها محافظة رقم 14 من المحافظات الإثيوبية. جميل. نعم. فمهد لهذه الفعلة بأشياء كثيرة قبلها، يعني اللي هو يعني اعتدى على الدستور الإريتري وانتهكه عدة مرات. جميل. نعم. جميل. تمام. وبعد ذلك بعد أن هيأ هذا الحزب، دعم هذا الحزب وبدأ الحزب يعني باغتيالاته وبجرائمه. الآن سندخل في ما الذي فعلا يعني قام به هذا الحزب، وهل فعلا هذا الحزب وحده هو لديه القدرة بأن يجتاح إريتريا كاملة، أو كان ذلك بالتعاون مع الجيش الأثيوبي؟ طبعا هذا الحزب اللي هو كما ذكرنا تأسس عام 1946 كان قد سلح بالأسلحة الخفيفة في البداية. في البداية كان سلاحه هو أسلحة عبارة عن أسلحة خفيفة وترويع المواطنين ونشر الرعب والخوف وسط الذين ينادون بالاستقلال، وكل من لم يؤيد
انضمام إريتريا إلى إثيوبيا، فكان مسيره القتل أو التشريد أو التهجير. فهذه الميليشيات التي تكونت لمحاربة الرابطة الإسلامية والمسلمين في العشرية البريطانية انتقلت وزاد عددها وزادت أسلحتها، حتى الأسلحة الخفيفة اللي كانت معهم زادوها أسلحة ثقيلة. فهذه الميليشيات زادت قوة واستمرت حتى خلال الثورة. فسوف نرى إن شاء الله لاحقا الجرائم التي ارتكبتها والمذابح والعديدة التي ارتكبت في جميع أنحاء إريتريا وخاصة في مناطق المنخفضات. هذا الحزب تقوى وكان الداعم الرئيسي ماليا وعسكريا ولوجستيا، كل الدعم كان يأتي من أثيوبيا، فلذلك تقوى. وحتى يمكن وصلت عضوية هذا الحزب في يمكن كما سنرى إن شاء الله في منتصف السبعينيات وصلت إلى يمكن 40,000 مقاتل. عجيب. نعم عجيب. طيب معالي دكتور، ما نوع الانتهاكات التي ارتكبها هذا الحزب، حزب الأندنت، وهل هي موثقة؟ والله هذا الحزب طبعا يعني إذا نظرنا في الفترة من عام 1965 إلى عام 1975 الآلاف من الضحايا كانوا ماتوا على يد هذا الحزب تسانده القوات الإثيوبية طبعا، وهو كان المساند الرئيسي للقوات الإثيوبية. فمثلا إذا قامت الطائرات بإحراق القرى والمدن من الجو فكان يتمم عليها هذا الحزب ويحرق مثلا ما تبقى من المنازل والمدن والقرى. فطبقا للجرائم الموثقة أكثر من 167 قرية خلال ال10 سنوات أبيدت بالكامل، وآخرون يقدرون عدد القرى إلى 300 قرية أبيدت بالكامل. هذه القرى يعني في تلك الفترة يعني مات أكثر من 100,000 قتيل من الشعب الإريتري، وهجر أكثر من 750,000 راحوا هاجروا إلى الدول المجاورة، والأغلبية منهم اتجهت إلى السودان واليمن وحتى إثيوبيا. حتى إثيوبيا عدد آخر أيضا هاجر إلى إثيوبيا. فهذه المجازر إذا أردنا أن نعددها يعني المجازر الكبرى يعني لا في تلك الفترة، فترة ال10 سنوات يعني مجازر كبيرة، بس نذكر منها المجازر مثلا في أقليم سمهر مثلا مذبحة ومجزرة عائلة وجمهود، مجزرة حرقيقو. هذه القريتين عائلة وجمهود في شيخ برهان سويت بالأرض، اختفت معالمها تماما حتى اليوم، اختفت معالمها وماتوا فيها العشرات بل المئات. مجزرة حرقيقو، وكان هنالك مجزرتين في حرقيقو طبعا في العام 1975 والعام 1976، سويت بالأرض أيضا حرقيقو من تلك المجازر. إذا اتجهنا غربا إلى أو الإقليم الأوسط هنالك مجزرة عونة، والتي دعا إليها الاستعمار الإثيوبي المواطنين للتجمع في مسجد من المساجد، ثم أطلق الرشاشات وكان بدأ القتل لا يميز بين طفل وامرأة ورجل، حتى الحيوانات لم تسلم من تلك الجرائم. أعوذ بالله. المجزرة الأخرى أيضا في 9 مارس 1975 مجزرة أغرداد. هذه المجزرة التي اندلعت إثر مقتل جاسوس أحد الجواسيس للأندنت. الثوار طبعا اغتالوا الصفو هذا المجرم، وغضبا اشتاط غضبا قائد الجيش الإثيوبي في تلك المنطقة، ثم أصدر أوامره بإطلاق النار والذي استمر يمكن 4-5 ساعات. فعدد الضحايا في تلك الأمسية الحزينة تجاوز 1000 ضحية، وأغرداد أصبحت يمكن الجثث مرمية في الشوارع، ليس فقط الجثث الآدمية بل حتى الحيوانات، وأحرقت المتاجر وأحرقت البيوت والمنازل، وخرجت الناس تائهة وهائمة على وجوهها في تلك الليلة الحزينة. هذا جزء، وهنالك مجزرة مسيام ومجزرة كراكون والمجازر العديدة. للأسف الحقوقيين الإريتريين لم يلعبوا دور كبير في توثيق هذه المجازر، ومن هنا ندعو جميع الحقوقيين في العالم إن شاء الله، وحتى الذين عاشوا ممن كانوا بقوا
أو شاهدوا تلك المجازر للإدلاء بمعلوماتهم حتى توثق هذه الجرائم وتقديمها للمحاكم الدولية، وإثبات أن العدو الإثيوبي والميليشيات المساندة له في تلك الفترة ارتكبوا تطهير عرقي وحتى إبادة جماعية. يسهل جدا إثباته، لأنه هيلة سلاسي كما تعلم شيخ برهان والمستمعين كان يدعو إلى توحيد إثيوبيا من الناحية الدينية والناحية اللغوية. الناحية الدينية طبعا هو المذهب الأرثوذكسي، والناحية اللغوية هي لغة الأمحرينية. كان يتباهى في عصبة الأمم بأنه سوف يوحد إثيوبيا. طيب، من شروط التطهير العرقي نحن نعلم بأن هنالك قوة تدعو إلى الغداء على جنس معين، مجموعة معينة، سواء كانت مجموعة عرقية أو مجموعة دينية، حتى يجعل البلد متجانسا من الناحية اللغوية أو من الناحية العرقية. هذه الميليشيات المجرمة كانت تدعو وكانت تطلق على إثيوبيا الدولة الأم، وكل من يخالف الدولة الأم كان مسيره الموت أو القتل أو التشريد أو التهجير. فكان يدعون أيضا هم نفسهم، هؤلاء الذين جعلوا إريتريا الآن لغة التجرينية هي اللغة السائدة في البلد دون اللغات الأخرى، وهي كما ادعوا هم أنهم كل اللغات الإريترية التسعة هي لغات رسمية، لكن لم نرى لغة رسمية، بل هي اللغة التجرينية الوحيدة التي تعتبر في المعاملات في الدولة وجميع دواوين الدولة. يعني هذا حصل في إريتريا نعم، من قبل نصارى أثيوبيا والأرثوذكس الذين دخلوا إلى إريتريا ظلما وعدوانا، نعم، وأجبروا الناس على الاعتناق بالمسيحية الأرثوذكسية. وكما تقول أنت الآن، أنت تذكر لنا هذا التاريخ. نعم، وكانوا يجبرونهم على التنصير أو ضرب أعناق، أليس كذلك؟ لا، ما كان في تنصير. بالنسبة للشعب الإريتري هم كلهم نصارى طبعا على مذهب واحد. النصارى إريتريا هم أرثوذكس، والأمحرة أو الإثيوبيين هم أرثوذكس كلهم. لا، أنا أعني أن هذه المجازر التي صارت في مناطق المسلمين، نعم، أغردات وحرقيقو ومذبحة عونة وما ذكرته الآن. طبعا السبب الرئيسي نحن كنا نسمع من آبائنا، نعم، قديما، نعم، أن فعلا الاستعمار الأثيوبي كان يلزم خصوصا هيلة سلاسي، نعم، وليس الاستعمار الأثيوبي، وإنما هيلة سلاسي الإمبراطور هيلة سلاسي وجيشه، نعم، كانوا يلزمون الناس بالتنصير كستنوا وي كساتكم مقرصكم هنا. التنصير طبعا بهذه الكيفية ما كان تم في إريتريا، تم في إثيوبيا طبعا هذا التنصير. وكان هيلة سلاسي كما ذكرنا في الحلقة الماضية اتبع سياسة مغايرة لسلفه، لأنه سلفه أمثال الهالك يوهنس الرابع كان يجبر المسلمين على التنصير، لكن هيلة سلاسي اتبع سياسة أخرى أكثر نعومة، وهي التنصير بالبطيء بطريقة غير مباشرة، يعني مثل حرمان المسلمين من تولي الوظائف الحكومية والتضييق عليهم في أرزاقهم وأشياء من هذا القبيل. إنما السبب الرئيسي لتلك المجازر اللي حصلت اللي ذكرناها في سمهر وبركة والإقليم الأوسط والساحل وغيره من الأماكن، التهمة الرئيسية لهؤلاء كانت هي مناصرة الثورة أو الانفصاليين كما كان يطلق عليهم هيلة سلاسي. هو السبب الرئيسي بأنه تلك القرى كانت المأوى والسند الرئيسي للثورة الإريترية. هذا كان السبب باعتبارهم أن هم إذا أنت ساندت الثورة فأنت شريك معهم، فشريك على القتل، لأن الثورة كانت تستهدف الجيش الإثيوبي نقاط الشرطة والجيش الإثيوبي. فطبعا كما نعلم أن الثورة الإريترية قامت بعدة معارك ناجحة، منها طبعا حتى اليوم تذكر معركة تقربة والتي حصلت في 15 مارس 1964 والتي قتل فيها أكثر من 84 جندي من جيش العدو وأكثر من 100 جريح طبعا. فتلك المعركة أغاظت هيلة سلاسي وجيشه، فقام بارتكاب المجازر. معظم المجازر كما ذكرت طبعا ارتكبت ما بين عام 1965 وعام 1975. طبعا هذا ليس معناه أن المجازر توقفت، واصلت المجازر بعدها كمان بعد عام 75. يعني الدافع الرئيسي لتلك المجازر كانت مناصرة الثورة الإريترية من قبل الشعوب المسلمة في إريتريا.
طيب، هذه المقاومة الإريترية نعم. التي كانت في زمن هيلة سلاسي واندلعت بقيادة الشهيد حامد إدريس عواته، نعم. ما الحزب الذي كان يقودها؟ جبهة التحرير الإريترية. جبهة التحرير الإريترية هي التي قادت النضال من بداية عام 1900 من سبتمبر، من الأول من سبتمبر حتى انتهاء جبهة التحرير الإريترية، وهذا سوف نتعرض له لاحقا إن شاء الله في العام 1980 أو 81، وده طبعا له ملابسات أخرى إن شاء الله سوف نتعرض لها، كيف انتهت الجبهة وكيف دخلت إلى السودان وغيره وغيره. ثم نتعرض طبعا للانشقاقات التي حصلت في الثورة، نفس الجبهة الأم جبهة التحرير التي بدأت النضال، وكيف دخل عليها الانشقاقات. وأسياس أفورقي هو زعيم الجبهة الشعبية فيما بعد، طبعا كان له دور كبير ورئيسي. طيب، سنأتي إليه، لكن نعم. حدثنا الآن كيف تأسست جبهة التحرير، حتى لأن الجيل نعم. الذي أتى بعد هذا والجيل الذي أيضا سيأتي ربما ليس عندهم التاريخ واضح، ونحن نعم. نريد أن نبسط لهم هذا التاريخ. نعم. حتى يعلمون. نعم. يعني جبهة التحرير تأسست. نعم. في البداية طبعا بعد الظلم الذي حصل لإريتريا والغمن الذي شعروا به المسلمين في إريتريا من ضم إريتريا بالقوة من جانب هيلة سلاسي، قامت العديد من الحركات، منها حركة تحرير إريتريا والتي تأسست في بور سودان عام 1958، ثم تأسست جبهة التحرير الإريترية في القاهرة في شهر 7 1960 بقيادة الشهيد إدريس محمد آدم، الشيخ إدريس محمد آدم قيادة الجبهة. طيب، إدريس المجاهد إدريس محمد آدم. نعم. نبذة يسيرة عن سيرته. إدريس محمد آدم طبعا من المجاهدين الإريتريين الذين وهو كان عضو في حزب الرابطة الإسلامية، وكان رئيس البرلمان الإريتري، حيث أجبر على الاستقالة نسبة للانتهاكات التي قام بها، وهاجر إلى السودان ثم هاجر إلى مصر. وفي مصر تجمع العديد من المهاجرين السياسيين الإريتريين والطلاب، فقاموا بمبادرة بتأسيس جبهة التحرير الإريترية، وذلك كما ذكرنا في شهر 7 1960. نسمع أن 7 أشخاص هم الذين أسسوا جبهة التحرير الإريترية. نعم. هل لك أن تذكر أسماءهم؟ كان لهم يعني عدد كبير، الآن لا يحضرني أسماءهم، بل كان منهم في مقدمتهم إدريس محمد آدم، وحتى أعتقد عثمان صالح سبة كمان كان منهم، وكان من الذين أسسوا جبهة التحرير الإريترية في الخارج، وعدد كبير الآن لا تحضرني أسماءهم. لكن يا ريت يعني مشاهدي الأكارم الذي عنده هذه المعلومة بذكر ال7 الذين بدأوا التأسيس، لأن النظام اليوم يقول أنتم عددكم قليل وأن المظاهرات عددها قليل، بالرغم أن الثورة الإريترية بدأت ب7 أشخاص فقط. يعني يعجبني كلام الأستاذة أمال حينما تقول نحن الذين بدأنا بالتاريخ وانتصرنا ووصلنا إلى ما وصلنا إليه من خلال 7 أفراد. أرجو المشاهد الذي يتابعنا أن يذكر هذا في الفيس أو في التواصل الاجتماعي الأسماء ال7 كاملة. نعم. طبعا هم كانوا من المسلمين، كلهم كانوا 7 من المسلمين طبعا، وحسوا النتيجة بالظلم الذي حصل للشعب الإريتري وللشعب الإريتري المسلم بالتحديد. فهذه كانت البداية، وأمر القائد إدريس محمد آدم اتصلوا بداخل إريتريا وأمروا القائد الشهيد حامد إدريس عواته بانطلاق الكفاح المسلح، والذي بدأ في الفاتح من سبتمبر 1961 تحت من كان يدعم جبهة التحرير الإريترية؟ من كان يدعم؟ في البداية طبعا ما كان في دعم، كما ذكرنا في بداية هذه الحلقة أنه بدأوا بحوالي يمكن 11 بندقية إيطالية عتيقة جدا قديمة، ويمكن نصفها لا يعمل، نصف هذه البنادق لا يعمل، حتى تتالى طبعا. والزعيم القائد عثمان صالح سبة لعب دورا كبيرا في جلب الأسلحة من الدول العربية. طبعا الدعم يعني توالى على الثورة بعد السنة الأولى والثانية والثالثة عن طريق السودان طبعا، والعديد من الدول العربية والإسلامية بدأت في دعم الثورة بالأسلحة والأموال وغيرها. من الدول الرئيسية التي دعمت الدولة كانت العراق وسوريا واليمن وحتى المملكة العربية السعودية والسودان وغيرها. طبعا الأسلحة تدفقت والمقاتلين تدفقوا للثورة، حتى يعني قبل استشهاد القائد طبعا حامد إدريس عواته استشهد في العام 1962، لم يعش طويلا بعد ما أعلن الكفاح المسلح. من خلفه؟
خلفه طبعا إدريس محمد آدم. إدريس محمد آدم نزل إلى الميدان. نعم. إدريس محمد آدم نزل إلى الميدان طبعا نزل ودخل الساحة، دخل وحمل السلاح طبعا وقاتل. طبعا جميل. طبعا نعم. فخلفه طبعا إدريس محمد آدم كان رئيس جبهة التحرير الإريترية، أعتقد حتى المؤتمر الثاني في منتصف السبعينيات، حتى المنتصف الثاني من عام 1975. من عبد الله إدريس متى جاء؟ عبد الله إدريس من أوائل الذين التحقوا بالثورة، أيضا من أوائل الذين التحقوا بالثورة، أعتقد كان في العام 1963 أو 64 عبد الله إدريس التحق بالثورة. نعم، كان طالبا وكان صغير في العمر في البداية، التحق طبعا في العام 1961 وقابل عواته ثم رده، وذلك لصغر سنه. في العام 1961 ردوه وقالوا له اهتم بتعليمك، انت لسه صغير، ثم رجع الكرة بعد 3 أو 4 سنوات، اعتقد في العام 1964. الله. نعم. ما زال تتوق نفسه للجهاد في نعم. سبيل الخير. نعم للقتال. نعم. طيب جميل. كيف كان تعامل الشعب الإريتري مع جبهة التحرير الإريترية؟ طبعا الشعب وأين دور الرابطة الإسلامية؟ والرابطة الإسلامية طبعا خلاص اندمجت في الثورة، قيادات الرابطة التحقوا بالثورة، معظمهم الذين كانوا من تبقى منهم من الاغتيالات طبعا. عدد كبير منهم مات بالاغتيالات طبعا، وعدد كبير منهم هاجر، وجزء منهم فضل العمل عن طريق من داخل إريتريا. من المشاهدين المتابعين لك يا دكتور، نعم، أن الأسماء التي وردت في المصادر التاريخية لهؤلاء ال7 هم محمد إدريس حاج، عثمان صالح سبه، إبراهيم محمد علي، نعم، عبد الله إدريس حاج، سعيد حسين، نعم، آدم إبراهيم، إدريس محمد آدم. نعم. ألا رحمة الله على الجميع جميعا. نعم. ألا رحمة الله على الجميع. نعم. وكلهم مسلمون. طبعا أنا ذكرت. هل هؤلاء المسلمون أبعدوا النصارى؟ نعم. كيف كان تعاملهم مع النصارى؟ جميل يعني الثورة جدا. هم كانوا الثورة بدأت بالمسلمين. نعم. فهل كانوا هم أبعدوا النصارى أم قربوهم؟ النصارى رفضوا أصلا. رفضوا. لا، بعض النصارى كانوا مع الرابطة. جزء بسيط جدا لا يتجاوز 1%. لا يتجاوز 1%. عجبا. نعم. معظمهم كانوا مع حزب اندنت؟ كلهم. يمكن أكثر من 95% كانوا من النصارى مع حزب الوحدة أو حزب اندنت. نعم. نحتاج أن نتأكد من هذه المعلومة. نعم. لأن أيضا عدد ليس بالقليل كان مع الرابطة الإسلامية. لا، عدد قليل جدا. عدد قليل جدا. نعم. إذا نعيد الأسماء مرة أخرى للتاريخ. نعم. محمد إدريس حاج. نعم. عثمان صالح سبه. نعم. إبراهيم محمد علي، عبد الله إدريس حاج، سعيد حسين، آدم إبراهيم، إدريس محمد آدم. نعم. هل هذا آدم إبراهيم هو آدم قصير؟ لا أدري. لا تدري. لا. طيب، وهكذا صاروا يعرفون بالرعيل الأول عواته. نعم. ورفاقه ال7. نعم. عواته كان يعني سبحان الله هو الشهيد الأول، وهو الذي حمل السلاح، وهؤلاء كانوا الداعمين له. جميل. نعم. إذا أنت ذكرت أن نعم. أن الدول العربية كانت تدعم جبهة التحرير، وهم العراق وسوريا والسعودية والسودان. نعم. لماذا هذه الدول كانت تدعم جبهة التحرير ولم تقف مع هيلة سلاسي؟ نعم، هذه الدول باعتبارها دول عربية، وقضية إريتريا قضية شعب عربي ومسلم مظلوم حصل عليه الظلم من قبل الدول الكبرى والتي تآمرت عليه، ومنها بريطانيا وأمريكا، وضمت إريتريا ظلما وعدوانا إلى إثيوبيا بهذا الربط الفيدرالي. وكان المسلمين ليس في إريتريا فقط، حتى في تلك الدول كانوا شعروا بالإحباط من تلك المؤامرة التي نفذت ضد رغبات الشعب الإريتري. طبعا ومما جعل ذلك أكثر ظلما الشعور بالظلم والعدوان أنه المستعمرات الإيطالية ليبيا والصومال أعطيت استغلالها. الدولة الوحيدة أو المستعمرة الوحيدة التي ضمت بإثيوبيا هي كانت إريتريا. فلذلك تلك الدول أحست بالظلم الذي وقع على المسلمين في إريتريا. ليس هذا فقط، فعثمان صالح سبه طبعا عليه رحمة الله لعب دورا كبيرا. العراق كان بقيادة من؟ في تلك الفترة أعتقد كان أحمد البكر. الرئيس أحمد البكر. نعم، أحمد البكر الذي هو قبل جاء بعده صدام حسين. جاء بعده صدام حسين. نعم. وسوريا حافظ الأسد. وسوريا حافظ الأسد أو قبله حافظ الأسد جاء سنة 70 طبعا.
قبله كان رئيس أعتقد اللي هو حسني الزعيم ولا غيره يعني. السعودية كانت طبعا الملك سعود عليه رحمة فترة الله. الملك سعود ثم جاء الملك خالد. نعم. احنا أدركنا الملك خالد وكان متعاون جدا مع الشعب الإريتري. نعم. تعاونا كبيرا، حتى درسنا في جبهة التحرير الإريترية. نعم. ومكاتبها كان لها مكاتب، كان لها مفوضيات. نعم. يعني حقيقة أمر يذكر فيشكر. نعم. السودان طبعا كان في البداية طبعا أحد إبراهيم عبود، الانقلاب الذي تلا بعد الاستقلال في عام 1958 إبراهيم عبود، والذي استمر حتى عام 1964، ثم جاءت حكومة الأحزاب في عام 64 بعد ثورة أكتوبر. ومعظم الشعب السوداني طبعا رحب بالثورة الإريترية واستقبل الإريتريين أيما استقبال. وإن كان هنالك طبعا في عهد حكومة عبود سلم بعد المعارضين لهيلة سلاسي، إلا أن هذه كانت حوادث فردية، مع أن الشعب السوداني طبعا في معظمه كان مرحبا وداعما للثورة الإريترية والشعب الإريتري منذ ذلك الوقت إلى الآن أيضا. نعم. طيب كيف كان تعامل وتعاون الشعب الإريتري في الداخل مع الثورة جبهة التحرير الإريترية؟ طبعا كان ترحيب كبير من جانب الشعب الإريتري للثورة، وكان قدموا الدعم المادي والمعنوي، وتوالى الالتحاق المناضلين بالثورة، واستبشرت الناس بقدوم الثورة إلى مناطقهم. طبعا الثورة في بدايتها كانت بدأت في المنطقة الغربية اللي هي المديرية الغربية، ثم ما لبثت يمكن 3 أو 4 سنوات حتى عمت كل إريتريا، أنحاء إريتريا، المنخفضات وغيرها. يعني سبحان الله، ما الذي جعل الناس يعني سبحان الله تنضم إلى جبهة التحرير الإريترية، ويترك الطالب يعني دراسته من القاهرة فينضم، وآخر يترك دراسته في سوريا وينضم. نعم. وأنا كنت أذكر وأنا عمري في تقريبا 7 سنوات. نعم. أو 8 سنوات أذكر. نعم. أحد الأقارب. نعم. جاء من مصر. نعم. وكان طالبا متفوقا. نعم. وأذكره جاء إلى السودان. نعم. وذاهب إلى الميدان. أيوه. أذكر العائلة كانت مجتمعة. نعم. ويقولون له أين تذهب؟ كقادل يخيد له. نعم. أنا أسمع هذا. ناب قدلت يخيد له. نعم. نعم. نعدي كقادل يخيد له. نعم. أذكر أن بعض الأمهات كنا يبكين، وكان شابا لا أريد أن أذكر اسمه. نعم. الله يعني يحفظه أينما كان. نعم. لكن أنا أذكر هذا الموقف، كيف هذا الشاب الذي تيسرت له يعني الدراسة في مصر وترك أعرق الجامعات. طبعًا. ولو درس طبعًا. لكان طبعًا. اليوم بروفيسور بمستوى عالي. طبعا هذا يؤكد هذا الشعب كان يترك هذه الأمور كلها ويذهب من أجل الثورة ومن أجل الحرية من أجل العدالة. نعم. لماذا؟ نعم طبعا شيخ برهان، شكرا على هذا التساؤل. هذا يؤكد أنه البلد يعني لم تأتي بساهل. يعني آبائنا وجدودنا ضحوا في سبيل هذه البلد. هؤلاء الذين أسسوا جبهة التحرير كانوا طلابا في الجامعات والمدارس الثانوية وتركوها والتحقوا بالثورة. نعم. الآن هذا الحراك الذي نراه، هذا الحراك المبارك الذي بدأ في عدد كبير من الدول الأوروبية، ومن هنا نحيي الحراك الذي كان قائما في واشنطن وفي لندن وغيرها. هذا يؤكد أن الدولة سوف لن تأتي بسهولة، لازم كل واحد يتحرك كما ضحى جدودنا وآبائنا من أجل هذه البلد، وتركوا دراساتهم وتركوا أعمالهم وتركوا كل شيء والتحقوا بالثورة. نعم. سبحان الله، الدولة موجودة. يعني نعم. يعجبني الشيخ حسن سلمان في مثل هذه اللقاءات يقول: قديما كان الشعب الإريتري يقاتل من أجل الحرية والعدالة. نعم. من أجل الحرية والعدالة. نعم. وكانت الرابطة الإسلامية تطالب بالحرية. نعم. والعدالة. نعم. يقول اليوم نعم. تحققت الحرية. نعم. ولم تتحقق العدالة. نعم. النظام الإريتري اليوم نعم. ظالم، نظام ظالم. نعم. ليس فيه عدالة. نعم. لا للنصارى نعم. ولا للمسلمين. نعم. الكل متضرر من هذا النظام. نعم. الظالم. نعم. نحن اليوم بهذه المظاهرات بهذه نطالب بالعدالة. نعم. أما الحرية حصل، عندنا استقلال اليوم. وإريتريا عندها علم يرفرف في العالم، في الأمم المتحدة، وحدودها معروفة. نعم. حدودها معروفة، لكن المشكلة ابتلينا بهذا النظام الظالم بقيادة إسياس أفورقي الذي يقول: ما أريكم إلا ما أرى. نعم. خليني بس أنا أدخل في الموضوع هذا، الحرية والعدالة.
أنا في رأيي الحرية والعدالة لا تتجزأ. الحرية والعدالة هي الحرية طبعا هي حرية العمل. لا توجد حرية في إريتريا، يوجد فقط جلاء. الجيش الإثيوبي تم جلاءه في العام 1991، إنما لا توجد حرية، لا توجد عدالة، لا يوجد شيء في إريتريا. نعم إريتريا دولة ذات سيادة ودولة معترف بها من الأمم المتحدة وغيره من تلك المسائل، إنما لا توجد حرية، لأن الحرية شاملة: حرية العمل، حرية الاعتقاد، هذه الحريات اللي نعرفها، الحريات الشخصية، حتى حرية الحياة لا توجد في إريتريا، حتى حرية الحياة. يمكن الإنسان يعني اغتيال، وهذه الخدمة اللي موجودة، هذه الخدمة الإلزامية والتي هي عبارة عن استعباد. لا توجد حرية إذا كان هنالك استعباد. جميل. لا توجد حرية مع الاستعباد. جميل. وهذه الخدمة، يعني هذا رأيك أن نعم، لا توجد حرية في إريتريا. لا توجد حرية ولا توجد عدالة. جميل. نعم. جميل هذا نعم. الطرح. اسمح لي شيخ برهان، طبعا الوقت يداهمنا في الثورة، واللي هي 30 سنة هذه اللي نحن اليوم مدار حلقتنا. الثورة طبعا بدأت في الفاتح من سبتمبر كما ذكرنا، إلا أنها طبعا مثل غيرها كما تعرضت الرابطة الإسلامية للانشقاقات، وذلك بتواطؤ بريطانيا وغيرها، كانت الثورة الإريترية أيضا عرضة للانشقاقات ما استمرت أكثر من 10 سنوات. طبعا نحن هنا نلفت النظر بأن الثورة في البداية، من بداية 1961 اللي هو في الفاتح من سبتمبر، كانت إسلامية عربية خالصة. إسلامية عربية خالصة حتى سقوط الهالك هيلة سلاسي في العام 1974. طبعا نتيجة للضربات التي وجهتها الثورة ضد الجيش الإثيوبي المعتدي في المناطق الإريترية، طالب قائد الجيش الإثيوبي في إريتريا بالتفاوض مع الثوار، وتمردت الحامية الإثيوبية التي كانت في إريتريا، وتمرد الجيش الإثيوبي طبعا، وانقلبوا على هيلة سلاسي في العام 1974. الجيش الإثيوبي بقيادة أمان عندوم، وهو أمان عندوم ولا منقوص هايلة مريم؟ أمان عندوم. المجلس كان مكون من مجلس عسكري بقيادة أمان عندوم، وهو إريتري الأصل، إريتري من نصارى المرتفعات. أيوة. وولد في السودان أعتقد أمان عندوم. أمان عندوم مسلم ولا نصراني؟ نصراني. مسيحي. نصراني. نعم. جميل. نصراني. نعم. الثورة في تلك الفترة طبعا كما لا يخفى علينا شيخ برهان أنه النصارى وحزب الوحدة أو الأندنة بالتحديد كان له امتيازات عديدة جدا في زمن المغبور هيلة سلاسي ماليا. حتى القرى التي أبيدت في المنخفضات هي كانت كلها بنسبة 100% من القرى الإسلامية، ولم يتعرض المسيحيون باعتبارهم كانوا حلفاء لهيلة سلاسي. يعني عشان بس يكون التسلسل التاريخي نعم. معنا ماشي كويس. أمان عندوم. نعم. من جاء بعده؟ أمان عندوم طبعا تم اغتياله بعد 3 أشهر من الانقلاب على يد منقوستو هيلة مريم. رفيقه منقوستو هيلة مريم قام بتصفية أمان عندوم. لماذا؟ لأنه كان يدعو لحل القضية الإريترية سلميا. أمان عندوم ما كان يتكلم عن استغلال إريتريا، إنما كان يفكر برجوع الحكم الفيدرالي بين إثيوبيا وإريتريا. كان يتحدث عن ذلك، حتى جرت هنالك اتصالات بين أمان عندوم وفصائل الثورة الإريترية، ربما يمكن جبهة التحرير كانت في ذلك الوقت. طبعا حصلت اتصالات سرية للبدء في محادثات السلام بين الثوار الإريتريين والحكومة الإثيوبية الجديدة بزعامة أمان عندوم في تلك الوقت. المجلس العسكري طبعا كان يتكون من عدد كبير من العسكريين، وكان يرأسهم أمان عندوم، إلا أنه تم اغتيال أمان عندوم وتصفيته على يد منقوستو هيلة مريم بعد 3 أشهر من قيام الانقلاب. طيب، بعد تولي الحكم منقوستو هيلة مريم، نعم، هل استمر في قمع الإريتريين أيضا؟ نعم استمر طبعا في تلك الفترة الثورة الإريترية. طبعا نحن نرجع للخلف قليلا. الانشقاقات التي تمت طبعا وسط الثورة الإريترية في نهاية العقد الأول في نهاية 1969 أو 70، في سنة 70 بدأت الانشقاقات، فانشقت عن الثورة عن جبهة التحرير الإريترية قوات التحرير الشعبية بزعامة عثمان
صالح سبي رئيس البعثة الخارجية لجبهة التحرير ولا الإريترية. حول ولا قوة نعم. إلا بالله. نعم. هذا الانقسام هو الذي أضعف المسلمين. طبعا. إنا نعم. لله وإنا إليه راجعون. نعم. نعم، سنتحدث عن هذا بالتفصيل لأن نعم. الآن الوقت قد دهمنا. نعم. ما هي أسباب الانشقاق؟ لماذا عثمان صالح سبي انشق؟ لماذا لم يتفق مع إخوان جبهة التحرير الإريترية؟ هذا تاريخ يجب أن يعرفه الأجيال. طبعا. ما سبب أين هم من قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم؟ نعم. ولذلك بذهاب جبهة التحرير الإريترية وبذهاب عثمان صالح سبي حتى وصولا إلى الجبهة حزباوي جنبر الشعبية برئاسة إسياس أفورقي. نعم. واستيلائها لهذا الموضوع كله، يجب على الشعب الإريتري المسلم وغير المسلم نعم. أن يعرف أن المصيبة في الخلاف. نعم. والفرقة. طبعا الانشقاق السبب الرئيسي طبعا هو خصومات بعد المؤتمر الثاني للثورة أو للجبهة. طبعا دخلت أهواء وانشقاقات ومناصب وأطماع وإيديولوجيات وأشياء كثيرة طبعا دخلت في الثورة. هذا الانشقاق الذي تم طبعا في العام 1960 أو 69 أو 70 بقيادة عثمان صالح سبي طبعا، وكان معظم الذين انضموا إليه من أبناء سمهر أو البحر الأحمر وجزء من الساحل الشمالي. طبعا اختلافات كانت كلها أو معظمها في أشياء أيديولوجية أو مناصب أو غيرها. طبعا المشكلة ليست هنا شيخ برهان، المشكلة أنه عثمان صالح سبي بعد انشقاقه وتكوينه قوات التحرير الشعبية هو الآخر تعرض لانشقاق آخر وطرده من التنظيم بعد 4 أو 5 سنوات، يمكن في منتصف السبعينيات، من أسياس أفورقي نفسه. لا حول ولا قوة. نعم. أسياس أفورقي طبعا ذكرت لي في الحلقة اللي مضت، يمكن نتحدث عنه قليلا. هو أسياس أفورقي طبعا رجل يعني يعتبر غامض جدا، يعني أحاط نفسه بهالة من الغموض إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الشخص طبعا. وهنالك لقط كثير عن نشأته ومولده ومتى التحق بالثورة الإريترية وما كان هدفه من التحاقه بالثورة وغيرها وكذا. لكن هنا يحضرني طبعا ما كتبه الكاتب الإعلامي والصحفي أحمد الحاج المقيم في أستراليا في مدينة ملبورن. ذكر أشياء مهمة جدا عن تاريخ أسرة أسياس أفورقي، وهو بدوره نقلها من شخص اسمه هايلي منقشة مقيم بمدينة تورونتو في كندا. وذكر هذا الشخص طبعا على لسان أحمد الحاج أنه أسياس أفورقي واسمه بالكامل هو أسياس أفورقي أبرهة حقوس ولد كدان، هذا اسمه الكامل. ويحكي أحمد الحاج أنه جده الأبرهة أتى هاربا من أثيوبيا في نهاية القرن 19 ثم التحق خلال الاستعمار الإيطالي، ثم التحق بالحكومة الإيطالية التي كانت تستعمر إريتريا في الوقت ذاك، وعين موظف في إدارة من إداراتها. وطبعا جده الثاني أسياس أفورقي اللي هو حقوس كان له مكانة كبيرة في تامبين في تيغراي، وكانت له وكان شقيقه أيضا كحساي أحد قوات يوهنس الرابع، وكان له مكانة كبيرة في بلاده. ثم هرب طبعا نتيجة هو كان مطلوب أيضا في قضية قتل، وهرب إلى إريتريا في القرن 19 نهاية القرن 19. ثم طلب من الطليان شرطين للعمل معهم، اللي هو أنه يأتي بابنيه أفورقي والد أسياس وسلمون من تيغراي، وأن يعطى قطعة أرض في منطقة في ضواحي أسمرة اسمها صلوت أو طالوت. هذه المنطقة الطليان أعطوه قطعة أرض، لكن طبعا بعد انجلاء الاستعمار الإيطالي سنة 1941 كما ذكرنا طردت هذه القرية أسرة أفورقي وانتقلوا إلى أسمرة. وولد أسياس أفورقي في 2 من شهر فبراير 1946 كما هو منشور في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة. ولد في قرية برهانو في منزل جدته مدهن مسلي أو مدهن براد، المشهورة بمدهن براد. أما والده أسياس أفورقي فمعظم حياته قضاها في إثيوبيا، وكان يمتلك منزل في مقله،
ويقال أنه بعد التحرير رجع ثم مات. في أقوال كثيرة في هذا الموضوع. في أقوال تقول أنه مات في مقلة مسقط رأسي، وفي أقوال تقول أنه مات في إريتريا. أما والدته أدانيش برهي قبرهوت فهي أيضا من أقسوم، ولا توجد تفاصيل عنها طبعا. ووالدته طبعا من قرية بالقرب من عدوى، وهاجرت والدته مع والدتها وأختها الأخرى إلى إريتريا، ولا يوجد زمن محدد لهجرتهم إلى إريتريا. طبعا أسياس أفورقي ولد في جازا برهانو في أسمرة، وأخوانه طبعا بعد طردهم من قرية طالوت سكنوا في منطقة جازا كنيشة، وتربى أسياس أفورقي مع جدته، وأكمل مدرسة لؤول مكنن الثانوية في أسمرة، ثم التحق بجامعة أديس أبابا، ولكنه أخفق في السنة التمهيدية التي كانت سوف تؤهله لكلية الهندسة، ثم طرد من الجامعة. وإذا هو يفاجئ في العام 1966 أصدقائه أمثال عمار والدياسوس وهيلي درع الوزير المسجون وولد داود تمسكن وغيرهم من الزملاء، فاجأهم بأنه سوف يلتحق بالثورة الإريترية، واتجه إلى كسلة، ثم اتجه إلى الصين في دورة تدريبية سياسية وعسكرية، ثم رجع إلى الميدان عام 1969 وقام بالانشقاقات التي إن شاء الله سوف نفصل عنها أكثر. طيب، حقيقة مشاهدينا الأكارم، قال الله تعالى: قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فهذا التاريخ يجب أن نتعلمه ونعرفه، وأين يعني أخفق المسلمون وأين وقعوا، لماذا اختلفوا، لماذا حصل هذا الانشقاق، كيف استولى إيساياس على النظام، وكيف أصبح رئيسا، وكيف نصر يعني حزبه وقومه، وكيف انقلب على المسلمين، ولماذا المسلمون خسروا هذه الخسارة كلها. سنواصل الحديث مع الدكتور عمر محمود الحقوقي الدولي. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة، والتاريخ كثير وأنا أقيد وأسجل، لا أدري ماذا أحفظ منه وماذا أترك. أسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب، وأن يهدينا إلى دينه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أتقدم بشكر جزيل لفضيلة الدكتور عمر على هذه الحلقة الطيبة، كما أشكركم مشاهدينا الأكارم على حسن المتابعة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله في الأسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل